أول شيء تعلمت كتابته شيرين ذو السبع قحوانات باللغة الكردية كانت لينجي تشابي. قدم يسرى ظلت تكتبها مرارا، أمها أخبرتها أن تطلبها من الرب مكان قدمها التي بترها عم جوان. الآن وبعد 6 سنوات أدركت شيرين إن الرب لا يتقن الكردية. أطفال سورية المذهلون يحرزون الأهداف بحرفية عالية بقدمهم اليتيمة. قدمهم الثانية غالبا بترها جوان حمي. أطفالنا يقودون دراجاتهم الهوائية بمهارة شديدة وأيضا بقدم وحيدة. ومع ذلك ومع كل هذا فالسوريون الجميلون يشترون فردتي الأحذية البلاستيكية، الشحاطات الاثنتين، الفردة الزائدة يقذفونها في وجه العالم، كل العالم. مطلوب طفل سوري بعمر 9 سنوات بنمرة قدم 34 مبتور القدم اليمنى لمشاركة المأساة مع طفل سوري آخر مبتور القدم اليسرى لشراء فردتي حذاء رياضي ماركة أبي باس. الصيدلي أعاد الوصفة اللي كتبتها لبنت صغيرة البارحة كاتبا. الصيدلي كتب بخط أحمر: دواء مفقود. كانت الوصفة للطفلة قبلة على جبينها مرات 3 من أبيها الشهيد. الفتاة التي هاجر خطيبها إلى ألمانيا بكت مختنقة عندما كتبت وصفة لها بدواء أوحد آزاد خطيبها حبة 3 مرات بعد الطعام. المرأة المسنة التي وصفت لها علاجا لآلام ركبها ناصحا إياها بعدم المشي مديدا بكت مختنقة: كيف سأزور قبور أبناء شرق المدينة؟ الأم الشابة وقفت مشدوهة عندما وقعت على شهادة دفن لساق ابنتها المبتورة. إلهي، البارحة ابتعت لها دراجة هوائية زرقاء. تلك الأم التي طلبت مني تقريرا طبيا حول وفاة ابنها ذي 8 قحوانات برصاص قناص من جارنا الشمالي أملت علي: اكتب. كان وحيدا على 4 من البنات. واكتب أيضا إن أمه كانت تحبه جدا 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 ولا زالت، وستسمح له بقيادة دراجته الهوائية متى وأن شاء. الأم الصغيرة بكت كثيرا عند دفن ابنتها ذي 1 سنة التي قضت في ذات التفجير. انتظروا هذه رضاعتها ببرونتها الوردية، إنها تحبها كثيرا. الأم الشابة بكت عندما طلبت منها أن يحضر زوجها ليوقع على تفويض لإجراء عمل جراحي لابنتها. ابنتها فرحت: اليوم سأشعل شمعة على قبر أبي شرق المدينة. الطفلة المكسورة الذراع بعد أن نزعت عنها الجبس طلبت من أمها أن يحرك والدها ببطء مرفقها الأيمن منعا لتحدد حركة المفصل. بكت الأم بحرقة شديدة، والدها تحت الأرض. الرجل الذي طلبت منه أن تغسل زوجته آثار الدماء الجافة على ظهره بقي صامتا.
زوجته قضت في التفجير عينه. الفرن الذي قتل أمامه اليوم 40 شخصا كان خبزه محترقا فاحما أسود كل يوم، إلا اليوم أصبح خبزه محمرا بنكهة جدائل محنات ملقاة على جانب المسار المخصص للسيدات. الوصفة الطبية التي كتبتها لشيرين ذي ال6 إقحوانات والمبتورة القدمين أعادتها لي، وقد رسمت على ظهرها خربشات أقرب ما تكون لقدم بشرية. الطفلة الصغيرة طلبت من أمها أن تجدل شعرها اليوم ضفيرتين، طلبت من أمها أن تجدل شعرها اليوم ضفيرتين، فوالدها يحبها بجديلتين، واليوم الخميس سيزورون المقبرة. البنت الصغيرة التي بترت قدميها لا تأكل البرتقال مطلقا، أمها أخبرتها: قدماك كانتا برتقالتين لذيذتين أكلهما الموت. الطفل المبتور الساقين ما عاد يأكل الرمان مطلقا مذ عرف أن رمانة يدوية بترت ساقيه. شيرين الجميلة ذات ال6 إقحانات المبتورة القدمين بقيت ترسم أقداما على الأوراق صانعة بها طائرات ورقية تطلقها من نافذتها في الطابق الأول. أريد ساقين بيضاويين تليقان بالسروال الوردي القصير البنتكور الذي ابتاعته أمي لي البارحة من سوق الألبسة المستعملة سوق الخميس. هذا ما كتبته شيرين الداكنة السمرة والمبتورة الساقين على طائراتها الورقية الثانية التي أرسلتها إلى الرب. كانت تحب السراويل الطويلة السنتكور، تخاف على بشرتها البيضاء من الشمس. أمها اليوم صارت تخاف أن يعلق سروالها الطويل الفارغ في دواليب كرسي المعاقين خاصتها. الطفل المبتور القدمين رفض المسدس الجميل الذي أحضره والده في عيد ميلاده. أريد قنبلة مثل التي قطعت قدمي. بعد سقوط سنها اللبني أخبرتها أمها أن ترمي ذلك السن إلى الشمس، وفعلا عوضتها الشمس بسن جديد. هكذا طلبت مني قدمها المبتورة، طلبت مني قدمها المبتورة، سترميها للشمس عسى أن تعوضها الشمس بقدم جديدة. شكرا لكم.